اقف كده معايا ثانية وخد نفس عميق. عملتها، مبروك. انت دلوقتي استفدت من نعمة اكتر من 5 مليون بني ادم كانوا يتمنوها. طبعا احنا مش حاسين بكل ده لان بنصحى من النوم نمسك الموبايل، فلان سافر وفلان اتجوز وفلان جاب عربيه وانت قاعد مكانك. طب يا رب اشمعنى انا؟ ملخص الموضوع، انت مش شايف من حياته غير فريم السوشيال ميديا فقط، واوقات كتير قوي لو دخلت حياته من جوه هتحمد ربنا ان انت مش مكانه. طب تعالى اما احكي لك حاجه صغيره. واحد من اعظم الملوك في التاريخ بيكلم الطير ويتحكم في الريح وتحت ايده جيش كامل من الانس والجن. تفتكر ايه اللي يخلي ملك زي ده يوقف جيش كامل؟ عشان نملة صغيرة شافت جيش كامل جاي عليها، فندهت في باقي النمل وقالت لهم: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. فسيدنا سليمان سمعها فابتسم ورفع ايده للسماء وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك. مش عشان فتح مدينة جديدة ولا خد حاجة كبيرة، عشان ربنا سبحانه وتعالى وهبه نعمة خلاه يسمع ويفهم النمل. شايف يا معلم؟ واحد عنده كل حاجة ولسه بيحمد ربنا على التفاصيل. طب احنا محاطين بالنعم من كل اتجاه، تاكل وتشرب وتسمع وتتكلم. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم دايما كان بينصحنا ان احنا نشوف اللي اقل مننا مش بس اللي اعلى مننا. ومش قصدي انك دايما تبقى باصص للوحش وبس، انا قصدي ان اللي انت بتدور عليه بره ربنا سبحانه وتعالى رزقك وحطه جواك انت، لكن احنا للاسف ما بنحسش بالنعم غير لما بتروح. وعشان كده هتفق معاك اتفاق، لمده اسبوع اكتب 3 نعم كل يوم قبل ما تنام وشوف حياتك هتتغير ازاي. وانت كمان في الكومنتات قول لي نعمه ما كنتش حاسس بيها، خلونا نفكر بعض، عشان لما نفكر هنحمد ربنا، ولما نحمد ربنا